ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة انا هعمل شاورما. الشاورما من الاكلات الحلوة الخفيفة السهلة. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. معايا صدور فراخ مغسولة ومتنضفة كويس جدا. اقطعها شرايح رفيعة بالشكل اللي انت شايفاه ده. اقطع الكمية اللي معايا كلها بالشكل ده. التتبيلة اللي معايا: معلقة ملح، نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة بابريكا، نص معلقة توم باودر، نص معلقة بصل باودر، معلقة ماسترد، معلقتين ليمون، معلقتين خل. دي توابل الشاورما او التاكو. هستخدم نص معلقة، بتخلي طعمها حلو خالص. معلقة زبادي علشان تخلي الفراخ طرية. اتبل الفراخ كويس جدا، ممكن اسيبها ساعة او اكتر. لو ما عندكيش وقت تشتغل على طول هتبقى حلوة زي الفل. معايا حلة على البوتاجاز فيها معلقتين زيت. انزل بالفراخ على الزيت، ما اقلبش على طول علشان المية بتاعتها ما تنزلش. هبتدي اقلب الفراخ، اقلب في الفراخ لحد ما المية بتاعتها تنشف خالص. اكون محضرة بصل شرايح، فلفل رومي، فلفل حامي لو حابة، لو عندك اطفال تقدر تشيليها. انزل بالفلفل والبصل، اقلب لمدة دقيقة واحدة كده هي جاهزة. ما بتاخدش وقت خالص. لو ما عندكيش وقت بتبقى سريعة جدا، اسهل اكلة. هجيب العيش بتاع الشاورما، اعمل الساندويتش، مايونيز، جبنة، اي نوع جبنة، اضيف الكمية اللي عايزاها من الفراخ. اي طريقة انت حابة تعملي بيها الساندويتش تقدري تعمليه. من اسهل الاكلات، لو انتي شغالة تيجي تعمليها سهلة جدا. عند الجريل ده هستخدمه. لو ما عندكيش الجريل ده تقدري تستخدمي طاسة حلوة خالص. ياخد اللون اللي انت حباه. ارفع الغطا من عليها لسه شوية، اقلبها الناحية التانية. هي كده تمام معايا. والف هنا وصحة. وان عجبك الفيديو لايك وشير.